السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كل خير يا رب العالمين. طبعا المشروبات هذه اللي قدامكم كلها سويتها عدا اللي لونه وردي. اليوم بسوي معاكم اللون الوردي اللي هو مشروب الورد أو مشروب الفراولة، أي نكهة أنتم تحبونها تضيفونها لهالمشروب. ومقاديره سهلة جدا. يلا معي على المطبخ أوريكم المقادير. في قدر نضع كوبين حليب من حليب الفراولة أو ممكن حليب سائل أبيض ونلونه بملون طعام. أنا استخدمت حليب الفراولة. نضيف عليها ملعقتين نشا، ثم نضيف لها نص ملعقة صغيرة من نكهة الورد إذا حابين، وإذا حابين بنكهة الفراولة خلوه زي ما هو بنكهة الفراولة. طبعا نحطه على النار بعد ما خلطناه ونخليه على النار حتى يغلي ويثقل قوامه مع التحريك المستمر. الحين صار ثقيل القوام وغلى، خلاص أبدأ أقدمه في الأكواب. وتمتعوا بألف صحة وعافية عليكم بالمشروب هذا، يدفي مرة ما شاء الله ولذيذ جدا. زينته بالورد، وطبعا أنا ما حطيت سكر لأن نفس الحليب محلى. طبعا كل هالمشروبات قدمتها معاكم، مشروب الكركم الصحي ومشروب الفستق ومشروب هوت شوكولات، وأيضا اليوم قدمت لكم مشروب الورد اللذيذ. تقدرون تحطونها تقديمات في فصل الشتاء لضيوفكم ولأنفسكم، شيء تسوونه وتقدمونه لذيذ وفاخر من الآخر. وبالعافية علينا وعليكم، وإلى لقاء آخر في مشروب آخر. يا رب إن شاء الله تطبقونها وتعجبكم، وما بطول عليكم.